بزاف دازو غيرك يا الكلب نسيتي خيري. كنا ولاد الناس ولاد خدمة فادوناش، كبرنا بيهم بالرجولة غدرونا وما فادوناش، وكاع اللي جراو معانا ماتو وسبرك ما فاتوناش. المغرب في ظلام دامس. بعض المدن اللي في المغرب راهم قطعت عليهم الجزائر الكهرباء، الطاقة الكهربائية الجزائرية. الكلام واش المغاربة صافا؟ شوف حنا تريزيتي في بلادنا، شوف الله يبارك، شوف حانوت برك فيه 70 لومبا، شوف ياه الجزائر قوة اقتصادية، قوة سياسية معروفة. راه قال لي مول شفنجة اللي فراس الدرب. شهد المغرب انقطاعا مفاجئا للكهرباء بعد أن أقدم عمي تبون على فصل الخط الذي يربط الكهرباء بين الجزائر والمغرب. النيف هو النيف، النخلة ومنين غير النفخة والعود في الكلخة. كاين شحال من مدينة مسكينة تضرت بالأضرار هذو نتاع قطع الكهرباء. دخلنا عليك والله. والمالك طلب تجديد العقد التيار الكهربائي. الرئيس عبد المجيد تبون قال له ما نجددلكش. شكون هي الدولة اللي كاينة في شمال إفريقيا دولة غنية بالنفط والغاز والبترول والكهرباء؟ إنها الجزائر، لكن شعبها يعاني من قلة الكهرباء والنفط والبترول وحتى البنوات. لا سميد لا حليب لا غاز لا بترول لا كهرباء لا حتى شي حاجة، وتابعين المغرب. وسائل الإعلام ديالهم ولا القنوات الرسمية ديالهم دائما كتكلم على المغرب وكتكلم بالسوء، كتكذب على الشعب، كتكذب على المواطنين الجزائريين. بإنجازات وهمية وإصلاحات كثر الحديث عنها، لكنها لم تر النور بعد. يتغنى نظام المخزن وهو يعيش في انفصام حاد وإنكار عن واقع شعبه. خلف الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي يحاول من خلالها النظام المغربي إظهار صور مشرقة عما يعيشه الشارع، تختبئ صور قاتمة. فما يقارب 20 مليون مغربي يعيشون تحت خط الفقر، وفي وقت تئن جيوب العائلات المغربية من هول الأسعار وتضخم الفواتير، يواصل نظام المخزن سياساته التخريبية، فتحرير أسعار الطاقة ووقف الدعم ينذران باتساع رقعة الفقر. في هذا الفيديو غادي نشوفوا انقطاع الكهرباء في الجزائر ووفاة بعض الأشخاص بسبب ما كاينش التريسيتي. بعد ما كانوا بعض الجزائريين عمي تبون غيقطع عليكم التريسيتي، والله ما دو الغاز، سيروا جيبوا الحطب، سيروا تحطبوا، كانوا كيتشفاو فينا. تاريخ 31 أكتوبر 2024 هو تاريخ نهاية العقد الخاص بالكهرباء بين الجزائر والمغرب. أي بهذا التاريخ تم قطع الكهرباء عن المغرب. وفي هذه الصورة نلاحظ الإعلامي المغربي رضوان فروحي الذي كان يسب الجزائريين ويشتمهم. نراه هو يناشد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حفظه الله ورعاه بألا يقطع الكهرباء عن المغرب. وأنا من هذا المنبر أوجه رسالة لك ولأمثالك وأقول لك: اتقي شر الحانون إذا قسى، ومن كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. كانت الجزائر وضعتكم فوق رأسها وتعيشون على ظهرها، كنتم تأكلون خيراتها، كنتم تأخذون الغاز من عندها بأبخس الأثمان، وكنتم تأخذون الكهرباء، وأيضا لا يوجد شيء من خيرات الجزائر لم يصلكم. لكن حدث ما لا هم اللي كيعانيوا من التريسيتي، هم اللي كيعانيوا من الغاز، هم اللي كيعانيوا معاناة شديدة وكيخبعوا. هل تعلم أن المغرب يملك أكبر محطة طاقة شمسية في العالم؟ نعم، نحن نتحدث عن مجمع نور ورزازات. هذا المشروع العملاق يقع في قلب الصحراء المغربية، وهو من بين أكبر المشاريع في تاريخ الطاقة المتجددة. بمساحة تفوق 3000 هكتار ينتج نور ورزازات طاقة كهربائية نظيفة تكفي لتزويد أكثر من 1,000,000 منزل مغربي. والأكثر من ذلك، هذه الطاقة النظيفة تساهم في تقليص انبعاثات الكربون بحوالي 760,000 طن سنوياً. مشروع نور هو خطوة جبارة نحو تحقيق استقلال المغرب في مجال الطاقة، وجعل المملكة رائدة في الطاقات المتجددة على المستوى العالمي. المغرب لا يستثمر فقط في الشمس، بل يبني مستقبلاً أخضر للأجيال القادمة. فهل كنت تعرف هذه المعلومة؟
فزريبة الجزائر دولة النفط والغاز كتقطع فيها الضوء وكتقطع كذلك على المستشفيات. المستعجلات في زريبة الجزائر ما فيهمش المولدات الاحتياطية ديال الكهرباء، والنتيجة مقتل عدد من الجزائريين في غرف الإنعاش. هذا الفيديو متابعينا الكرام يوثق لأحد المستشفيات في زريبة الجزائر اللي كما تشاهدون هذه في أحد المستشفيات غرف الإنعاش ولا القسم ديال الأطفال. كما تشاهدون الكهرباء لا توجد، وتسببت في مقتل عدد من الجزائريين بسبب انقطاع الكهرباء. فضيحة بكل ما تحمل كلمة معنى. هذا راه مستشفى الإخوان، هذا ما تشاهدونه الآن، هذه المشاهد التي تشاهدونها الآن هي في مستشفى في زريبة الجزائر. كما تشاهدون الظلام. واش عمركم شفتوا مستشفى ما فيش مولد احتياطي ديال الكهرباء؟ هذا ما يحدث في حظيرة الجزائر. لكم أن تتخيلوا أن دولة النفط والغاز ما قدرش توفر حتى مولد احتياطي في المستشفيات. وهذه من الابجديات اللي كاينه في المستشفيات، ان الا تقطع الضوء خص يكون مولد احتياطي باش غرف الانعاش كتبقى خدامه في حاله مثلا الزلازل ولا الكوارث ولا الاعاصير ولا شيء من هذا القبيل. يعني اي حاله طارئه كتقطع فيها الضوء كيكون مولدات احتياطيه، لكن في زريبه الجزائر ما كاينش مولدات احتياطيه، والنتيجه مقتل عدد من الجزائريين. هانتوما كتشوفوا راه كيدويو غير بالتليفونات كيف ما كتبان لكم هاد المقطع، كيف ما كيبان لكم هاد المقطع. هذا الطفل كما تشاهدون ما نعرفوش ميت، ما نعرفوش حي، ما نعرفوش خصو تدخل عاجل، ما نعرف هذه واش غرفه انعاش. المهم الضو ما كاينش. كنت كنتفرج بعض اللايفات جزائريه كانت تصنت لهم، والله القسم داكشي اللي كيقولوا على المغرب غريب وعجيب، ما فراسهم والو على المغرب. الإذاعة ديالهم، الوسائل الإعلام ديالهم كيكذب عليهم. قال لك اسيدي المغرب، قال لك في المغرب كنديو المريض على الحمار، قال لك اسيدي المغرب بلد الطين، قال لك اسيدي المغاربه كيعانيو. تسوي يتكلموا على الملك محمد السادس بزاف، العقده ديالهم هو الملك. الملك مجوع الشعب ديالو، الملك كدا، ما كيخليو ما كيقولوا. شوف اخي الجزائري، انا ما كننتمي حتى لشي جمعيه، انا مجرد مواطن مغربي فقط. انا كنعيش بوحدي اخوتي، مجرد مواطن بحالي بحالك اخي الجزائري، بحالي بحالك. قسما لك بالله العلي العظيم الا الاعلام ديالكم كيكذب عليك. واش فراسك بان المغرب كيصنع السيارات وكيصنع بياس ولا ديال الطائرات؟ واش فراسك بان المغرب كيصنع الدرونات باتفاق اسرائيل مع امريكا؟ ما فراسكش يا صاحبي. الأولى أفريقيا والأفضل عربيا. هنا من أرض المغرب تخرج أحدث السيارات لتباع في أوروبا والشرق الأوسط، وتدر للبلاد أكثر من 10 مليار دولار سنويا. صناعة نافست فيها المغرب الدول الكبرى، وتسعى اليوم لتحطيم أرقام قياسية فيها. بدأت القصة في خمسينيات القرن الماضي ولا تزال مستمرة حتى اليوم. ما تيقتنيش الجزائري، ما صدقتينيش. غنشوفوا واحد جوج اسبانيين جاو للمغرب باش يصوروا السيارات الراقيه والسيارات الفارهه. Marruecos seguramente imaginas mercados, mezquitas, calles caóticas o el desierto, pero lo que probablemente no imaginas es encontrar algunos de los coches más caros y exclusivos del planeta circulando por las mismas calles donde muchas personas apenas llegan a fin de mes. Llevamos media hora en Tánger larga y habremos visto fácilmente 3 millones plus de dinero en coches. ¿Cómo puede existir un contraste tan brutal? Eso es precisamente lo que hemos venido a descubrir. Lo que encontramos, la verdad que no nos lo esperábamos, así que acompáñanos en esta aventura. ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Estamos en Tánger, Marruecos. Eso es, una horita desde Tarifa en ferry. Eso es. Y estamos en otro continente porque yo creo que vais a flipar con los coches que se ven aquí. Es que no os hacéis una idea. Súper curioso, la verdad que hay un contraste aquí brutal. Y nada, yo recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque vamos a hacer unas cuantas cosas chulas. Os va a molar, se respira un rollete que flipas y bueno. vais a flipar. Así que venga, vamos. Empezamos con el vídeo. Acabamos de empezar. Mirad el puerto y G-Braus. Mirad qué chulada. Qué pepino, tú. Buah. Nada más empezar, macho. Es que nos encuentran a nosotros. Es que hay más coches aquí que en Marbella. Sí, sí, está hasta locura, tío, Marruecos. Vamos a dar un pasillo para allá, que es zona buena y caliente, y os enseñamos. Mirad, un pasito más, RS6. Qué bomba, tío. Encima la gente toma alemán. Mirad qué pepino de carbonazo. Allá va. Mirad, aquí aparcados Mercedes, Bemeta y
Porsche por ahí. Joder, tío. Oye, otra cosa de la que tampoco van nada mal estos es de barquitos, ¿eh? No, y es bonita la ciudad, tío, con los edificios ahí al fondo. Luego veremos porque vamos a estar aquí un día, ¿no? Sí, y hay bastante contraste también entre el lujo la zona y la pobreza sí, y tal, pero joder, nadie se espera ver tanto lujo en Marruecos. La verdad que mirad, está bastante guay y fresco. Y ese por ahí, otra MG, tío, qué locura. Llenito está, llenito. Mi primera G Normal. está lleno, macho. Mirad, por ahí está la playa y allí esa zona donde veis ese edificio que es el Barceló, esa zona bastante buena y caliente, así que vamos para allá y echamos un vistazo. Mirad, chavales, otra G Brabus por allí. Ahí se escapa. Ventaiga. Épale. Tío, hay muchísimos más coches aquí que en Madrid. Sí, pero están casi todos con matrícula alemana, ¿eh? Sí. Pero hay un montón de carros, macho. La verdad que es bastante sorprendente. Otra Ventaiga, en este caso, matrícula de Marruecos. Mola este color y les encantan. Me da que vamos a ver muchas, los coches grandes, tío. Sí. Mirad, chavales, aquí a la vuelta de la esquina hay un concesionario. Y es que les encantan los subs. Es que mira, todos son tipo sub, macho. Nada, creía que este era MG, pero no, simplemente está mate guapo. Sí. Y ahí creo que hay una Ventaiga dentro. Les flipa los sub. Aquí hay G también, no sé si se ve, ahí veis un poquito el morro. Pues chavales, hemos entrado en este concesionario y tenían un par de Ventaigas también, tenían una muy chula. Una muy guapa con los calipers naranja, mate, guapísima. Y tenían un Ferrari, un 488, nos han dicho que no grabásemos. Y un par de Gs también. Un par de Gs también y tal. Sí, pero que bueno. no fotos, pero nos han dejado verlos tranquilamente muy majetes. Así que os lo contamos. Chavales, ahora veis lo que hemos divisado ahí al fondo. Mirad, porque Cayenne, ahí al fondo, otro Cayenne. Es de Qatar, tú. De Qatar. G al cuadrado, de color verde. Qué bonito. Precioso el color, pedazo de bicho. Cómo mola, tú. Mola mucho, sí. Tremendo fichardo aquí puesto. El nivel de coches en general es bastante alto. alto. Es más alto que Madrid, más alto que Rumanía cuando hemos estado. Sí, macho. Marbella, bueno, en Marbella también se ven muchos coches. Aquí de momento no hemos visto deportivos, pero a nivel subs. ما نضرقوش الشمس بالغربال خوتي الجزائريين. حاشا واش خوتي. بغيت نسولكم واحد السؤال. علاش فيكم السب بزاف؟ علاش كتسبوا كلمه جوج ينعل كتسبوا حتى الذات الالهيه صاحبي؟ علاش نتوما هكا؟ علاش فراسكم حمصه؟ علاش الراس ديالكم الدماغ ديالكم خاوي؟ كلمه جوج كتسب. نبين لكم بعد الفيديوهات ديالي اتهبط لي كومونتير غتشوف ما كاين غير السبان. حتى حنا كنعرفو نسبو، عرفتي السبان اللي غنسبان والله ما عمرك سمعتيه، لكن كنحشمو على اعراضنا، كنحشمو ماشي بحالكم، ما عندكمش علاش تحشموا. تحياتي الدراري. تحياتي خويا مصطفى. العز الله يحفظك. تحياتي الدراري. تحية خويا مصطفى. الله خويا مصطفى. الله يحفظك. تحية للبوكوس ديالنا مصطفى. وديما معاك البويز.